السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وصحة وسعادة دايما، يومنا يومكم راحة وبركة ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد يا بنات، ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اختك رانيا ودي قناتي. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ولو انت من متابعيني وعيلتي الجميلة، عايزة اقولك وجودك على راسي ومشرفاني ومنوراني. ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو زيكم وتعليق كده، يعني يرضيني ويسعدني ان شاء الله. يا رب يكون وردة او ايموجي او اي حاجة، هتكون منك زي العسل وزي السكر على قلبي. النهاردة يا بنات هنقول نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لكم ان انا جبت حاجه كان نفسي فيها قوي، هي حاجه بسيطه وسعرها بسيط جدا، بس بجد انا كان نفسي فيها. كان نفسي اجيب سندوتش ميكر من زمان. تمام. فانا قلت ايه، انا قلت يعني وخدت خطوه كده، وقلت ان شاء الله ان شاء الله ان انا هحوش واجيب كل يعني ايه كل ما احوش مبلغ كويس، اجيب جهاز ناقصني في البيت واجيب اللي انا عايزاه في المطبخ. تمام. لاني لو حطيت في دماغي ان انا احوش عشان ذهب ومش عارف ايه وفلوس، يعني الموضوع ده ممكن يكون صعب عليا شوية، لان بصراحة الذهب كل يوم في زيادة والذهب غالي قوي. فالله المستعان. انا ومش مش في دماغي ان انا يا بنات احوش واجيب دهب، انا في دماغي ان انا احوش واجيب الحاجه اللي تريحني، الحاجه اللي انا نفسي فيها، الحاجه اللي انا هستفيد بيها. فانا بحب قوي قوي الاجهزه والحاجات بتاع المطبخ. فانا بصراحه حطيت خطه قدامي ان انا كل ما احوش من مصروف البيت مبلغ حتى لو صغير اجيب حاجه نفسي فيها. تمام. انا كان نفسي في سندوتش ميكر جدا. بس بصراحه كان عشان اجيبه ماركه عايز مبلغ، يعني عايز مبلغ وعايز ان انا احوش له فتره كبيره. تمام. فانا قلت اجيب اي حاجه دلوقتي تمشي الدنيا وبالمحافظه هتعيش ان شاء الله. وعلى فكره مهما جبتي ماركات ولو انت مش محافظه، بجد هتبوظ منك. اهم حاجه انك تحافظي على الاجهزه اللي عندك حتى لو كانت ماركتها مش كويسه او كانت صيني، بجد هتعيش معاك. تمام. انا جبت ده كان معمول عليه عرض ب450 جنيه، مكنتش مصدقه الصراحه سعره. فروحت على طول جبته. عارفين ان انا بتابع المحلات والمولات وكل صفحه الاقيها، مثلا كل محل عنده صفحه بينزل عليها عروض لازم اتابعه. حتى بصوا الاكل الشرب اللبس كل حاجه يا بنات، والله العظيم اجهزه كل حاجه الحمد لله. يعني انا بستفيد قوي قوي من العروض دي، بروح في العروض بجد بيبقى فيها تخفيضات هايله. فانا جبت ده. الحمد لله جبت حاجه نفسي فيها، ولادي كان نفسهم فيه جدا جدا. هو ساندوتش ميكر، بس ما فيش فيه وافل وما فيش فيه اي حاجه تاني، ما فيش فيه وشوش يعني. تمام. بس فرح العيال جدا. عملت لهم اول ما جبته بقى فينو، وحطيت فيه لانشون وميكس جبن كده وسيحت لهم. بجد كانوا مبسوطين قوي لانه فعلا هم كانوا نفسهم فيه من زمان. ابني الصغير ده مغرم ان انا اعمل له عيش كده واحط فيه ميكس جبن واحطه له على الطاسه. تمام. انا كنت بتعب قوي من موضوع الطاسه دي، كانت بتتحرق وكانت بتطلع دخان وكنت بزهق الصراحه بقى يعني كنت بزهق. فانا جبت ده، قلت هيريحني يعني، فطالما حاجه هتريحني انا اجيبها. تمام. وبالمحافظه ان شاء الله هيعيش. تعالوا بس اقول لكم الاول. انا هعمل النهارده غدا ايه. هنعمل النهارده مع بعض سجق، غدا خفيف كده، ومش عايزه اقف في المطبخ كتير لان انا كنت طول النهار امبارح طول اليوم يعني بره، والنهارده تعبانه ومليش مزاج ان انا اعمل اي حاجه. فطلعت طبق السجق ده كان عندي في نص كيلو، وكنت جايبه فينو من الفرن وانا جايه امبارح. ما شاء الله عملت للعيال يعني منه، الولاد اكلوا منه كل واحد تقريبا واحد او اتنين. كانوا بيجربوا بقى الساندوتش ميكر والله فرحانين وانا فرحانه اكتر منهم. المهم كانوا بيجربوه، وبعدين ايه قلت النهارده بقى نعمل السجق ونعمل سندوتشات كده زي اللي الولاد بيشتروها ونقعد نتغدى. ولا هعمل طبيخ ولا هقف اطبخ ولا اولع البوتاجاز ولا اعمل اي حاجه لاني ماليش مزاج. وبصراحه الحاجات دي في الفريزر يا جماعه بتبقى خير والله العظيم يعني. بحب دايما يبقى عندي في الفريزر كبد وقوانص، كفته، بانيه جاهز انا اللي بعمله. يعني لو اشتريته من بره بيبقى قليل قوي. اللهم صل على النبي. سجق اي حاجه من دي بتوفر عليا لو انا في يوم تعبانه او مش قادره ان انا اقف او ماليش مزاج ان انا اطبخ.
ساعات كتير برضو الولاد ما بيبقوش عايزين اكل مطبوخ، يعني مش عايزين طبيخ وكده، بيبقوا عايزين حاجات خفيفة. عايزة اقول لكم والله العظيم ابني كنا في مشوار بره، قال لي يا ماما انا عايز سندوتش. المهم اديت له يجيب اتنين، على اساس ان هو يعني هو واحد واخوه واحد، على اساس ان هو ايه يشبعه على ما نروح. جاب سندوتش شاورما. انا مش عايزه اقول لكم ان هو حرام يقول عليه سندوتش، والله العظيم هو يدوب الولد هيدوق بس. بقول له حرام على ده، اسمه كان اسمه تقريبا خرطوشة شاورما، والله اسمه اكبر منه. انت لو شفت السندوتش الشاورما او الخرطوشة الشاورما اللي هما بيقولوا عليها دي يا بنات، والله تضحكوا. انا فضلت اقول له بجد انت متاكد ان هو ده؟ يعني انت متاكد ان هو ادالك يعني دول اتنين؟ وده بالمبلغ ده، كان يعني بمبلغ محترم، مش حاجه قليله. المهم ووقفنا بقى حوالي ساعه لما حضروه. قلت له لا تستاهل الوقفه ولا تستاهل الفلوس ولا اي حاجه. المهم قلت له خلاص مش هتشتروا حاجات من دي تاني من بره، مهما كان نفسكوا فيها. في البيت انضف واوفر واحسن، وهياكلوا لما يشبعوا. يعني انا ابني عايزه اقول لك جابه والله ما حس ان هو اكل اصلا. وبعدين رحت جبت له سندوتشات بقى فول وطعميه عشان ياكل ويشبع. المهم الله المستعان. اعمل بقى معاكم الوقت السجق. بس عايزه اقول لكم بس على حاجه. ساعات كتير قوي لما اكون نفسي في جهاز او حاجه ومعرفش اجيبه ماركه كويسه، بجيب اللي هو الحاجات اللي هي الصين اللي بتتباع بحاجات يعني بفلوس رمزيه. ماشي، بيبقى سعره اقتصادي. هتقولوا لي هيبوظ بسرعه ومش عارف ايه. حتى يا بنات لو قعد معايا سنه هبقى فرحت نفسي، هبقى جبت اللي انا نفسي فيه. وبعدين الله اعلم ما يمكن يعيش معايا كتير. انا من النوع اللي بحب احافظ قوي قوي على الاجهزه. يعني انا برضو كان نفسي في هاند بلندر قوي من فتره كبيره، وما كنتش عارفه اجيبه. يعني مش عايزه اجيب حاجه تبوظ بسرعه، قلت لا هجيب ماركه عشان استنى. لا، في اولويات. يعني كل ما يعني ايه ما يكون في المبلغ تمنه، اقول لا، طب ما انا بدل ما اجيبه اجيب الحاجه دي احسن، او الحاجه دي مهمه عنه، فاهمني؟ فبقيت لا، اجل اجل اجل. فقمت رايحه في يوم قلت لا والله مش هاجل، انا هجيبه. لقيت كان هاند بلندر تقريبا 950 جنيه، فجبته. هو مش ماركه معروفه، بس بصراحه والله حلو معايا جدا وبينجزني في حاجات كتير. بس عشان اقول لكم بقى انا بحافظ على الحاجه ازاي. يعني الهاند بلندر ده انا بعمل به الحاجات البسيطه. يعني مثلا عايزه اصلص وبفرم الطماطم وهي في الحله، بفرم عدس، شوربه عدس مثلا، اعمل عصير في الشفشق كده على طول. حاجه برضو ما تكونش جامده وممكن تكسره. يعني الجوافه اللي هي بتبقى ناشفه ومش عارف ايه، ساعات كده الجوافه بيبقى فيها حتت ناشفه، لا ما اعملهاش. اعمل مانجا، اعمل فراوله، فاهميني؟ الجوافة تكون مستوية، حاجات من دي. ولو حسيت ان الجهاز معايا اللي انا شغالة بيه، سواء هاند بلندر سواء كب سواء اي حاجة، حتى لو ماركة معروفة وماركة كويسة ومتأكدة ان هو كويس، عمره في حياتي ما تقل على اي جهاز. يعني انا لو بشتغل مثلا وبعمل حاجة اخدت مني وقت كبير، وحسيت ان الجهاز لا بدأ يسخن او ده جهد عليه، بوقف وبريح الجهاز. لان بجد الاجهزة معلش رخيصة، والحياة اساسا بقت صعبة. يعني حتى يعني انت لو في مقدرتك ان انت هتجيبي جهاز، انت مثلا ممكن تعيني الفلوس او تشيلي الفلوس لحاجة احسن. انت لما تحافظي على الجهاز اللي عندك احسن لك ما تقعدي تغيري كل شوية او تعملي له صيانة. لا، انت بالمحافظة لما تقعدي شوية تتأخري مثلا، انت مثلا واقفة في المطبخ، تقولي مثلا انا هنجز ده في ربع ساعة، في نص ساعة واطلع. لا معلش، زوديهم 10 دقايق كمان، ريحي الجهاز اللي انت بتشتغلي بيه، سواء بقى بصي كب سواء خلاط سواء اي حاجة، فاهماني؟ حتى الغسالة، والله العظيم انا غسالتي الحمد لله، يعني الحمد لله باظت قريب. كان عندي غسالة فوق اوتوماتيك. بصوا يا بنات، انا هنا بوريكم الساندوتش ده كنت عملته لابني. كان عايز ساندوتش بقى من اللي هو العيش العادي، تمام؟ يا ابني مش هينفع، يقول لي لا اعمليه. فجربته ولقيته نفع وبقى جميل والله واتحمص. بس ما رضيتش انشفه قوي. حطيت له فيه ميكس جبن وما شاء الله زي الفل، او وميكس جبن ولانشون، وما شاء الله زي الفل تمام. والاكل ما بيلزقش فيه ولا اي حاجه حتى لو ما حطيتش زيت. المهم، اللهم صل على النبي. كنت بقول لكم يا بنات، اللهم صل على النبي.
انا كان عندي يا بنات غساله، لو انتوا تشوفوها في الفيديوهات كان عندي غساله هو فوق اوتوماتيك، نص اوتوماتيك، تمام. فانا كنت بحبها والله، وكانت بتنظف الهدوم وكانت كويسه قوي. بس انا بجد اتصلحت كتير وصرفت عليها كتير، فانا قلت بدل ما كل شويه اصرف عليها بعتها. وكان عندي واحدة أطفال صغيرة اللي هي 3 كيلو فريش، كانت جديدة برضو. فقلت استفيد بيهم واكمل واجيب غسالة تانية جديدة تعيش بقى معايا من غير ما أنا كل شوية ادفع تصليحات وبعدين التصليحات دلوقتي ما بقتش قليلة، يعني اقل حاجة الغسالة بتاخد لها 500 600 جنيه. ده اقل تصليحة، يعني اقل تصليحة لو مش هغير فيها حاجة يعني. فليه حرام؟ فانا قلت لا اجيب واحده جديده وبس. هي يعني هي خدت كل اللي معايا الحمد لله. بس الحمد لله، يلا الحمد لله، ربنا يرزقنا ويوسع علينا جميعا يا رب. ويا رب كل واحده كده منكم تجيب كل اللي نفسها فيه ويحقق لها كل احلامها يا رب. وبالذات اللي هتحط لي لايك وكومنت حلو، ربنا يفرحك ويسعد قلبك يا حبيبه قلبي. تمام. لو لسه ما اشتركتوش يا بنات اشتركوا. والله ان شاء الله بصوا القناه هتعجبكم القناه ان شاء الله. ان شاء الله نطور فيها وتبقى احسن. بس حط لايك واشترك في القناه، حط تعليق حلو زي. تمام. هنا بقى انا كنت خلصت السجق يا بنات، او الصدق بنقول عليه سجق. وقطعت بقى شويه خضار كده. بصراحه ما عملتش بطاطس ولا اي حاجه، لان عارفه ان ولادي مش هياكلوها. انا ببقى عارفه ولادي هياكلوا ايه. تمام. فانا حطيت بقى الفينو كده، حشيته بالسجق. وقلت ناكله بقى ايه جنبه الخضار، طماطم على خيار على فلفل اخضر وخلاص. وزيت الكاتشب جنبينا، اللي عايز يحط كاتشب وخلاص. على كده الحمد لله الحمد لله. كان اكل جميل وخفيف وزي العسل. انا طبعا عملت كل الفينو اللي هنا، وعملت كل يعني حشيت كله، ما خليتش حاجه يعني ما خليتش حاجه في السجق تتبقى يعني. حشيت كل الفينو على اساس ان انا ايه يعني ايه ما احطش كل شويه الولاد يجوعوا واعمل لهم. لا، هم ياكلوا يتغدوا دلوقتي، واللي هيفيض يتشال. اللي عايز بقى بعد كده سندوتش ولا حاجه، رايحين الدرس، جايين من الدرس عايزين سندوتش، فيمدوا ايدهم ياخدوا كده من غير ما يقولوا لي قومي يا ماما اعملي لنا. فاهميني؟ فانا عملت كله بقى مره واحده كده، وقلت اريح دماغي. فاهميني؟ المهم بقى ايه، انا هنا ايه، انا بحب قوي قوي الخضار اللي بيبقى مع السجق والكبده والحاجات دي يا بنات، اللي هو الفلفل والبصل والطماطم، الحاجات دي بعشقه. فانا دايما بحط في السندوتشات، بكتر فيها. عارفه اللي انا هاخد السندوتشات دي. ابني بقى الصغير استحاله استحاله ياكل اي خضار ولا حاجات من دي. فانا لو عملت كبده بفضل كده انقي له حته الكبده احطها له على طبق المكرونه. السجق دلوقتي بنقي له برضو سجق، لو هتاخدوا بالك اهو. بنقي له الحتت من غير بصل، ولو جه بصله او فلفلايه او اي حاجه بشيلها على طول. استحاله ياكل الحاجات دي، بيقرف. فانا بقى عملت له كذا سندوتش كده في طبق لوحدهم. قلت يعني ياكلهم عشان ما يقعدش يقول لي نقي لي يا ماما. على الاكل بيقعد يقول لي نقي لي يا ماما. ولو انا عامله رز بالجزر بقى والبسله والحاجات دي، عايزه اقول لكم بيفضل ينقيه واحد واحده، واحده واحده بيفضل ينقيها. والله العظيم بقعد اقول له انا حطاهم في الرز عشان تاكله بحاله ما تاخدش بالك. يفضل ينقيهم، معرفش بيفضل كده ينقي بالواحده. لو هياكل في ساعه او ساعه ونص يفضل ينقي بالواحده. الله يهديه. عندكم حد كده يا بنات ولا انا ابني بس؟ انا حاسه ان هو حاله غريبه والله العظيم. المهم ربنا يهديه، ربنا يهديه يا رب. المهم بقى ايه، اليوم النهارده كان جميل وخفيف، وكنت مريحه نفسي على الاخر. بحب اريح نفسي قوي، خصوصا لو كان في يوم قبلها في تعب، لاني انا امبارح كنت طول اليوم بره. فبجد ما تتعبوش نفسكم يا بنات، وما تجوش على نفسكم وعلى صحتكم. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. انا اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.